يا هلا والله فيكم ببودكاست عطلات. اليوم بنبدأ معكم حلقة جديدة من بودكاست عطلات اللي بناخذكم فيه بجولة حول العالم عشان نستكشف مع بعض أجمل الوجهات السياحية وأفضل التجارب اللي تستاهل تعيشونها. تكلمنا في الحلقة السابقة عن 10 وجهات شتوية لعام 2025، وفي حلقتنا الثانية بنركز على أفضل الوجهات العائلية لعام 2025. اخترنا لكم أماكن تجمع بين المتعة لكل أفراد العائلة بأسعار معقولة وسهولة الوصول، والأهم أنها آمنة ومناسبة للجميع. جاهزين نبدأ؟ وأول وجهة معانا وهي ألبانيا، هالدولة الصغيرة اللي تقع في قلب البلقان بجنوب شرق أوروبا. تعتبر وجهة مثالية تجمع بين الطبيعة الخلابة والتاريخ العريق. طبيعتها متنوعة بين الشواطئ الرملية الساحرة والجبال الشاهقة، وكل زاوية فيها تحكي قصة. في العاصمة تيرانا بتلاقون معالم بارزة مثل ميدان سكاندربيغ قلب المدينة النابض، مكان مليان حياة ومناسب للتمشية. وعندكم الهرم الألباني، معلم فريد بتصميمه المثير للاهتمام. وعندكم بعد منتزه جراند بارك، مكان هادي ومثالي للعوائل، تقدرون تقضون فيه وقت ممتع بين الأشجار والمساحات المفتوحة. غير كذا عندكم البحيرات الساحرة زي بحيرة كومان، المكان المثالي لرحلات القوارب وسط الجبال. وبحيرة أوهرد لعشاق الأجواء الهادية والطبيعة البكر. أما الشواطئ عندكم كاسامل، هيمارا وديرمي، شواطئ مميزة بمياهها الصافية ورمالها الناعمة، مليانة أنشطة مائية تناسب كل أفراد العائلة. وإذا كنتم من عشاق الأماكن التاريخية لا تفوتون زيارة بيرات اللي يسمونها مدينة الألف نافذة، وجيرو كاستر المعروفة بمدينة الحجر. هذه المدن بتأسركم بجمال مبانيها القديمة وأجواءها اللي تجمع بين الأصالة والطبيعة. ألبانيا بلد آمن جدا وأسعارها معقولة مقارنة بدول أوروبا الثانية، وهذا يخليها خيار ممتاز للعوائل. أفضل وقت لزيارتها هو فصل الخريف، يعني بين سبتمبر وأكتوبر، أو الربيع من إبريل إلى مايو، لما تكون الأجواء مثالية والطبيعة بأجمل حالات. والأجمل تقدرون تقعدون فيها لمدة 90 يوم من وصولكم بدون تأشيرة، يعني تقدرون تستمتعون بكل هالأماكن بسهولة. وثاني وجهة معانا وهي سنغافورة. سنغافورة تعتبر واحدة من أفضل الوجهات العائلية اللي تجمع بين الترفيه والتجارب الممتعة، وتناسب كل أفراد العائلة من الكبير للصغير. فيها أماكن وأنشطة ما تنمل منها. خلوني أبدأ بأهمها، جزيرة سنتوسا. هذه الجزيرة هي عالم متكامل من الترفيه، وفيها يونيفرسال ستوديوز سنغافورة، مدينة ملاهي ضخمة مليانة ألعاب وعروض تناسب كل الأعمار، من الألعاب المثيرة للكبار إلى الألعاب البسيطة للصغار. وعندكم أدفنشر كاف ووتر بارك، حديقة مائية رائعة بتلاقون فيها تجارب فريدة مثل التزلج على الماء والعوم وسط الأسماك الملونة. وعندكم بعد سي أكواريوم، واحد من أضخم أحواض الأسماك في العالم، فيه نفق تحت الماء يخليك تشوف الكائنات البحرية من كل الزوايا، تجربة تخليك تحس إنك وسط المحيط. وعندكم بعد من الأماكن حديقة الحيوانات العالمية، واحدة من أفضل حدائق الحيوانات في العالم، تصميمها يتيح لكم مشاهدة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية. ولا تفوتون زيارة حديقة نايت سفاري، أول حديقة ليلية تعرض الحيوانات اللي تنشط بالليل، تجربة فريدة من نوعها. وعندكم بعد حديقة العائلة، مكان واسع ومثالي للعب الأطفال وممارسة الأنشطة الخارجية، بيحبونها العوائل اللي يدورون على أجواء هادية بعيدة عن زحمة المدينة. سنغافورة معروفة بأنها وجهة آمنة جدا، والتنقل فيها سهل ومريح بفضل المواصلات العامة الرخيصة والمريحة. وأفضل وقت تزورونها هو بين فبراير وإبريل، لأن الجو يكون معتدل والأسعار معقولة بعيد عن ذروة السياح. والأحلى من كذا ما تحتاجون تأشيرة دخول، يعني السفر سهل ومريح. وثالث وجهة معانا وهي مونتينيغرو، الجبل الأسود. مونتينيغرو دولة صغيرة لكنها مليانة كنوز سياحية تناسب العوائل، وتعتبر واحدة من أجمل وجهات البلقان، تتميز بطبيعتها المتنوعة بين الشواطئ الخلابة والجبال العالية، وهذا اللي يخليها وجهة مثالية لقضاء وقت ممتع ومليء بالمغامرات العائلية. وعندكم أماكن كثير، عندكم شواطئ بودفا، وبالأخص شاطئ يازي، واحد من أجمل الشواطئ هناك، يتميز بمياهه الزرقاء النقية والرمال الناعمة، وأجواءه الهادية اللي تخليك تستمتع بيوم كامل من الاسترخاء مع العائلة. الشاطئ مجهز بكل الخدمات اللي تحتاجونها، مثل أماكن لتأجير القوارب أو ممارسة الأنشطة المائية الخفيفة. وعندكم منتزه دورميتور الوطني، هالمنتزه يعتبر من أبرز الوجهات في مونتينيغرو، مليان أنشطة ممتعة ومغامرات تناسب كل الأعمار. تقدرون تسوون التجديف في البحيرات المحيطة، أو حتى تستأجرون دراجات وتستكشفون الطبيعة على راحتكم. الجو هناك يعطيكم إحساس بالهدوء والانتعاش، خصوصا مع المناظر الجبلية الخرافية. عندكم بحيرة سكادار،
ما تقدرون تزورون مونتينيغرو بدون ما تمرون على بحيرة سكادار، أكبر بحيرة في منطقة البلقان. البحيرة محاطة بالجبال والوديان الخضراء، وتقدرون تاخذون جولة بالقارب وتشوفون الطيور المهاجرة والمناظر الساحرة. هالتجربة مثالية للاسترخاء والتقاط الصور التذكارية. أفضل وقت لزيارة مونتينيغرو إذا تبغون تستمتعون بأجواء مثالية وأسعار معقولة، فصل الربيع والخريف هو أفضل وقت للزيارة. الأجواء تكون معتدلة ودافية بعيد عن زحمة الصيف، والطبيعة في أجمل حالاتها. مونتينيغرو بلد آمن وهادي جدا، مناسب للعوائل اللي يدورون على الراحة والاستجمام. بالنسبة للتأشيرة تحتاجون تأشيرة دخول حاليا، لكن ممكن يعفون عنها مستقبلا مثل ما صار بين مايو وأكتوبر 2024، فتابعوا المستجدات قبل السفر. مونتينيغرو وجهة تجمع بين المغامرة والاسترخاء، وهي خيار مثالي للعوائل اللي يحبون الطبيعة والأنشطة الممتعة. ونروح الرابع وجهة معانا، وهي رومانيا. رومانيا تعتبر من الوجهات الأوروبية الفريدة اللي تجمع بين التراث العريق والطبيعة الساحرة بأسعار معقولة جدا، وهذا اللي يخليها مثالية للعوائل. فيها تنوع كبير من الأنشطة اللي تناسب الكبار والصغار، فمثلا حدائق هيرسترو سيشوي، أماكن واسعة ومفتوحة مثالية للعب الأطفال والتمشية في الهواء الطلق. تقدرون تستأجرون قوارب وتاخذون جولة في البحيرات المحيطة. الجو فيها هادي ويعطيكم إحساس بالراحة والاسترخاء. عندكم متحف الأطفال، مكان مليان أنشطة تعليمية وترفيهية تحفز فضول الأطفال. المتحف مصمم بطريقة ممتعة تجمع بين اللعب والتعلم، عشان الصغار يستمتعون بأوقاتهم ويتعلمون أشياء جديدة بنفس الوقت. عندكم قلعة بران أو قلعة دراكولا، واحدة من أكثر الوجهات شهرة في رومانيا، تتميز بجوها الغامض واسطورتها المرتبطة بدراكولا. القلعة تطل على مناظر جبلية خيالية، وزيارتها تجربة تجمع بين الحماس والخيال، خاصة للأطفال اللي يحبون القصص الأسطورية. وعندكم الأنشطة الشتوية في جبال تاتر، إذا كنتم من محبي الثلج جبال تاتر هي الوجهة المثالية لكم. فيها منتجعات زي بويانا براسوف اللي تقدم تجربة تزلج ممتعة وآمنة للعوائل. المناظر الثلجية هناك ساحرة، تقدرون تستمتعون بالتزلج أو حتى مجرد اللعب بالثلج مع أطفالكم. عندكم مدينة سيبيو، مدينة تاريخية مميزة بشوارعها الضيقة ومبانيها الأنيقة اللي تعكس التراث الروماني. تجربة المشي فيها تعطيكم إحساس بالزمن الجميل. غير كذا فيها حديقة حيوانات كبيرة تعتبر من أهم الوجهات للأطفال، حيث يمكنهم مشاهدة حيوانات مختلفة عن قرب والاستمتاع بالأجواء العائلية. وأنسب وقت تزورون فيه رومانيا هو فصل الربيع، من مارس إلى مايو، لأن الأسعار تكون أرخص والأماكن أقل زحمة. الجو يكون معتدل والطبيعة في أجمل حالاتها، خاصة مع الأزهار اللي تغطي الحدائق. أما إذا كنتم تحبون الأجواء الثلجية، فصل الشتاء خيار ممتاز لأنشطة التزلج. رومانيا بلد آمنة جدا للعوائل، لكن السفر لها يتطلب تأشيرة شنغن، فاحرصوا على ترتيب أموركم قبل السفر. وبكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أتمنى أن حلقتنا عجبتكم واستفدتم منها. شاركونا آراءكم بالتعليقات، أي دولة من هالدول حابين تزورونها مع عوائلكم. هل تفضلون الطبيعة والشواطئ مثل اللي شفناها في مونتينيغرو وألبانيا، ولا تميلون للأماكن الحديثة والمغامرات العائلية في سنغافورة؟ أو يمكن الأجواء الأوروبية الكلاسيكية في رومانيا هي اللي تناسبكم أكثر؟ وإذا سبق وزرتوا أي من هالدول قولوا لنا عن تجاربكم وأحلى اللحظات اللي قضيتوها هناك، يمكن تكونون مصدر إلهام لباقي المستمعين وتساعدونهم في اتخاذ قرارهم. لا تنسون تتابعونا في الحلقات الجاية، لأننا بنستكشف معاكم وجهات جديدة ومغامرات لا تنسى من كل أنحاء العالم. ونشوفكم على خير في رحلة جديدة قريبا.